السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. لمحبي الشوكولاتة اليوم حنعمل وصفة مميزة. حامل معاكم شوكولاتة الباونتي، تحفة بصراحة، أطيب من الباونتي الحقيقية، رائعة بس ب3 مكونات. قبل هيك عملت بقناتي وصفة الفريرو روشيه، اليوم حنعمل الباونتي. من الوصفات الرائعة اللي بنصحكم تجربوها. خليكم معايا ونبدأ. بسم الله. بحتاج لكوبين من جوز الهند، هذا كوب وهي الثاني. بدي أضيف عليهم نص كوب من الحليب المكثف المحلى، وربع كوب من الحليب السائل. بخلطهم كتير منيح مع بعض. الآن بعد ما عجنت الجوز هند بالحليب المكثف والحليب، بغطيه بالنايلون وبدخله الثلاجة تقريبا نص ساعة ساعة لحد ما تمسك تماما العجينة وأقدر إني أشكلها. بعد ما تركتها بالثلاجة تقريبا نص ساعة، الآن بدي أبدأ بتشكيلها. الآن بعملها أصابع بالشكل هذا، زي شكل بالضبط حبة الباونتي، أصابع طولية، وبحاول إني بس هيك أفردها شوية بالشكل هذا. وهيك بعد ما شكلتهم الآن حدخلهم الثلاجة نص ساعة ساعة. بعد هيك بطلعهم بغلفهم بالشوكولاتة. عندي هنا الشوكولاتة بدي أسيحها بالميكروويف. وهيك الشوكولاتة بعد ما دوبتها طلعت قطع الجوز هند من الثلاجة. الآن حنزلها بالشوكولاتة، حغلفها. بكون محضرة عندي ورق زبدة على صينية عشان أرتب حبات الباونتي عليها بالشكل هذا. بفضل إني لما أطلعها من الشوكولاتة بالشوكة وأعمل هيك عشان أنزل أي شوكولاتة زايدة. برتبها على ورق الزبدة. الآن الشوكولاتة اللي زادت حطيتها في كيس، وبدي أعمل فوق الحبات خطوط عشوائية رفيعة بالشكل هذا. وهيك جهزت شوكولاتة الباونتي، حدخلها الثلاجة لحتى تشد تماما، وبعدين أورجيكم كيف شكلها النهائي. شوكولاتة الباونتي صارت جاهزة، تركتها ليلة كاملة بالثلاجة، وهذه كانت النتيجة. تحفة بصراحة يا جماعة، تستحق إنه تجربوها. شوفوا كيف من جوا ولا أروع، وطعمها رائع رائع. ضروري إنكم تجربوها. هيك بنكون عملنا مع بعض شوكولاتة الباونتي بطريقة كتير سهلة ب3 مكونات بس. فبشكركم كتير على متابعتكم، حياكم الله.